الكعبة اتبنى غيرها. سمعنا عن احتلال الكعبة وقتل الناس جواها في وقت معين، لكن الحجر الاسود يتسرق منها ويتبني غيرها، واكيد اللي يعمل كده القرامطة بس. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. انا مريم رجب في ما وراء الحاجات. سنة 874 ظهر داعية للمذهب الإسماعيلي حمدان قرمط، والمذهب الإسماعيلي هو مذهب شيعي، ده لو انت ما كنت سمعت عنه قبل كده. وباختصار عشان تبقى مركز معايا، دول جماعة من الناس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كانوا شايفين ان الأحق بالخلافة حد من أبناء سيدنا علي بن أبي طالب أو حد من أحفاده، يعني باختصار شديد من سلالة علي بن أبي طالب. ومنهم بقى ظهرت جماعات من داخل الجماعة دي. المهم حمدان القرمطي كان بيعمل توسعات داخل الجماعة ويضم ناس جديدة ليها، وفعلا كان شاطر جدا في ده. ضم ليه أكبر القبائل العربية وقتها، قدر يقنعهم، ودرجة إقناع الراجل ده كانت غريبة جدا، لدرجة انه لعب في أسس الدين الإسلامي. فمثلا الصلاة أهم الأسس في الدين الإسلامي غيرها، وأقنع أتباعه إننا مفروض علينا 50 فرض مش بس 5. وبالفعل الناس كانت بتصلي ال50 فرض، وعشان هو راجل واصل ومختار رجع يصغر عدد الفروض مرة تانية من 50 فرض لفردين بس، الفجر والمغرب. لا وكمان غير قبلة المسلمين، أقنع أتباعه إن الصلاة مفروض تكون في اتجاه المسجد الأقصى مش المسجد الحرام. لا وخد الكبيرة، صيام شهر رمضان قال لك إن أغلب المسلمين اللي بيعملوه ده غلط، لأن الصيام يومين بس مش شهر. ده أقنعهم إن إحنا عايشين في نظام اجتماعي غير عادل، وإن المفروض ما يكونش فيه لا غني ولا فقير، وإن لازم يكون فيه عدل اجتماعي والفلوس تتوزع على الكل بالتساوي. طبعا حد زي ده استغل درجة تأثيره على الناس بالشكل ده وطلب منهم يشتغلوا ويدوله هو الفلوس، وفعلا ده اللي حصل. وبدأ يجهز جيش قوي جدا بالفلوس اللي كان بياخدها منهم، وكانت الجماعة بتاعته شرسة جدا، يمكن أشرس من أي جماعات مفروض إنها إسلامية. والوقت ده كان وقت الدولة العباسية اللي كانت دولة بدأت في الضعف بسبب الصراعات على الحكم، وطبعا القرموطي كان لازم ليه رجالة أقوياء يقدر من خلالهم يأسس الدولة بتاعته، دولة القرامطة. وبالصدفة يجي شخص اسمه أبو سعيد الجنابي، وده كان على خلاف كبير جدا مع الدولة العباسية، وبالنسبة للقرمطي مصالحهم واحدة. بس اللي مش هتصدقوا، فجر الراجل ده وصل حتى بعد موت حمدان القرمطي، لأن بسببه هو وابنه الحج اتمنع عن المسلمين 10 سنين كاملين. وده كان بفتوى من العلماء وقتها، لأن اللي كان بيحصل ما كانش يتحكي أصلا. كانوا كل سنة بيطلعوا على قوافل الحجاج ويقتلوهم وياخدوا كل حاجتهم. ورغم كل محاولات الحكام العباسيين علشان يحموا الحجاج كانوا برضو بيتقتلوا. ومش بس كده، كانوا بيغتصبوا السيدات اللي راجعين من الحج وياخدوا الجثث يسدوا بيها الآبار بتاعة المية اللي على طريق الحج. وكل سنة بيتقتل عدد أكبر من اللي قبلها، لحد ما يجي في بال ابن الجنابي اللي ما جاش في بال مخلوق ياخد جيشه ويطلع على الكعبة في موسم الحج على انه رايح يحج عادي سنة 930، ويهجموا على الحجاج بالسيوف ويقتلوهم من غير لا رحمة ولا شفقة. ومحدش عارف هو بيتقتل ليه في بيت ربنا. عملوا من الجثث جبال داخل الحرم وما استكفوش بكده، دول ردموا بير زمزم بجثث الحجاج. تخلص المهزلة دي لحد كده؟ طبعا لا. يطلع ابن الجنابي على الكعبة ويقول لمن الملك اليوم، ويضحك بكل سخرية، ويكمل في التطاول على ربنا سبحانه وتعالى ويقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهما، كأنه بيقول إن هو زي ربنا. أعوذ بالله، وإن كان ربنا بيخلق الخلق فأنا بموتهم. قتل 30,000 من الحجاج. متخيل كمية الإلحاد؟ وأمر جنوده ياخدوا كسوة الكعبة. ومش بس كده، دول يخلعوا الحجر الأسود من الكعبة لدرجة إنهم كسروا جزء منه، وأي حد كان بيحاول يمنعهم كان بيتقتل فورا. وراح طالع على القطيف في سوريا وبنى الكعبة الجديدة وحط فيها الحجر الأسود اللي سرقوه من مكة، وأمر أتباعه يحجوا هناك. وفضل الحجر الأسود مسروق من الكعبة 22 سنة بعد موت ابن الجنابي بمرض الجدري. قدروا يستردوا العباسيين الحجر الأسود
بس بالفلوس، واتدفع 50,000 دينار ذهب. وبكده رجع الحجر الأسود اللي كان وقتها متعرض لبعض الكسور بسبب الطريقة اللي اتخلع بيها من مكانه. قولي سمعت عن حاجة أسوأ من كده قبل كده في الكومنتات، وكمان شاركني رأيك في الحاجات اللي انت عايز تعرف ما وراها. وما تنساش لو كنت على الفيسبوك تتأكد انك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب تتأكد انك عامل سبسكرايب. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.